يا أهلا بيكم. معاكم الست زتونة. النهاردة مش جايين نطبخ، النهاردة جايين ننقذ البيت. في غلطات بنعملها في الفراخ واللحمة والسمك ممكن تحول الأكلة لسموم وإحنا مش داريين. ركزي معايا يا ست الكل. 1. فخ. غسيل الفراخ المعلومة الأهم. أول غلطة بتقع فيها نص ستات مصر: غسيل الفراخ تحت الحنفية. فاكرة إنك بتنظفيها؟ انتي كده بترشي بكتيريا السالمونيلا في كل المطبخ وعلى المواعين. الفراخ بتتنضف بالخل والليمون والملح في طبق غويط، ومجرد ما تدخل النار كل البكتيريا بتموت. النار هي اللي بتطهر مش الحنفية. 2. خطر فك التجميد اللحوم. ست زتونة، تطلعي اللحمة من الفريزر وتسيبيها على الرخامة طول النهار عشان تفك؟ كده انتي عملتي فندق 5 نجوم للبكتيريا. الزتونة الصح: اللحمة تفك في الرف اللي تحت الفريزر التلاجة من بالليل أو في الميكروويف. ممنوع اللحمة تشم برودة الجو وتتساب مكشوفة. 3. تسوية السمك الأمان. الست زتونة، السمك بالذات ملوش أمان لو استوى نص نص، خصوصا لو مش طازة. الزتونة الصح: لازم السمك يوصل لدرجة حرارة تخلي لحمه يفصص ولونه يقلب أبيض مش شفاف. وعشان تحفظيه صح، السمك يتنضف ويتحط في أبرد مكان في التلاجة ويتطبخ في يومها أو يتجمد فوراً. 4. إعادة تسخين. الست زتونة، تطبخي الفراخ وتسيبيها برا التلاجة وتيجي تسخنيها تاني يوم؟ خطر جداً. الزتونة الصح: الأكل يبرد ويدخل التلاجة خلال 2 ساعات بالكتير، ولما تسخنيه لازم يغلي كويس جدا عشان تقتلي أي بكتيريا نشطت. وبكده يا حبايب قلبي نكون وصلنا لآخر الزتونة بتاعت النهاردة. افتكروا دايما إن الوقاية خير من 100 طبخة، وإن صحتك وصحة عيلتك بتبدأ من تفاصيل صغيرة جوه مطبخك. لو استفدتي ولو معلومة واحدة جديدة، ما تبخليش علينا باللايك الجميل بتاعك، واكتبيلي في الكومنتات إيه أكتر غلطة كنتي بتعمليها وناوية تغيريها من النهاردة. استنوني في الفيديو الجاي عشان هجيب لكم زتونة جديدة في موضوع يهم كل بيت. كانت معاكم الست زتونة، في أمان الله.